يا صباح الخير على أكبر قلعة رياضية في مصر، نادي الزمالك للألعاب الرياضية. الزمالك أولا، والزمالك الأكثر تتويجا في القرن العشرين. كلمة حرقة كل ومضايقة ناس كتير من أعضاء في مجلس إدارة النادي الأهلي وإعلاميين، معرفش بقى إعلاميين إزاي في قناة النادي الأهلي وخارج قناة النادي الأهلي. هي اسمها الزمالك أولا. الراجل كان واضح وصريح من اول يوم مسك في نادي الزمالك، من ايام اللجان اللي كانت موجودة، ال3 شهور او ال4 شهور اللي مسكهم في نادي الزمالك. الراجل اول حاجة قالها الزمالك اولا، الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر. فدي تضايق وتتعب في ايه؟ انا مش عارف. هيفضل اسم واشعار نادي الزمالك فوق اي حد وعلى اي حد. فكلمة صغيرة قد كده، الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر، حرقة ناس كتير قوي. فما اقدرش اقول غير كده، ولكن الزمالك اولا، والزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر. خليكم متغاظين مننا. الظاهر ان هدف ناصر منسي، مش هقول ناصر هاج ولا ناصر ماج، كركب الدنيا رياضة عامة، مش هقول النادي الاهلي. كركب الدنيا في الرياضة عامة، مش هقول النادي الاهلي. والايام جاية وان شاء الله السوبر المصري باذن الله يكون من نصيب نادي الزمالك. ولو هتكلم كوره، فسكواد فريق بيراميدز اللي هقابله في قبل النهائي صعب، وهيبقى ماتش رخم مع نادي الزمالك. ولكن هرجع لنقطه صغيره، لماذا الزمالك هيلاعب بيراميدز والاهلي هيلاعب سيراميكا بدون قرعه محايده؟ فده طبعا من بواقي فساد الحاج عامر حسين والرياضه المصريه عامه، ان الزمالك يلعب بيراميدز عشان بيراميدز فرقه تقيله فتقدر توقع الزمالك، والاهلي يلعب سيراميكا كليوباترا اللي هي ضعيفه فنيا او ايا كان اقل من بيراميدز، فالاهلي يقدر يكسبها والاهلي يوصل لنهائي كاس السوبر المصري. عشان لازم الاهلي ياخد بطوله، علشان طبعا خسر من الزمالك بطوله قاريه مهمه جدا، ويعني فلوس ناس كتير راحت على الارض. فمعلش معلش معلش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، ولما اتولدنا ما اخترناش اسمينا، لكن اخترنا الزمالك يكون نادينا أكبر قلعة رياضية في مصر.